السلام عليكم حبابي وحباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه باذن الله. اليوم فيديو جديد غادي يكون قصير خفيف ظريف. غادي نقدم لكم واحد الكريمه اللي كتجي غزاله رائعه وخاصكم تجربوها، ولا جربتوها اكيد غادي تعتمدوها في جميع الحلويات البارده ديالكم. وكيف ما كتشوفوا المكون الرئيسي اللي غادي نحتاج لهاد الكريمه هذه اللي هي القرعه الحمراء او اليقطين. المهم نقيتها قطعتها قطع هكا مربعات، واخا يكونوا كبار ماشي مشكل. غادي نديرها في واحد القميله صغيره ولا كاسرول، ونضيف عليها 2 كيسان ديال الماء، نديرها فوق البوطه طيب على عافيه مهيله من 15 حتى ل 20 دقيقه، راه هي دغيا كطيب. هنايا ضفت معلقه صغيره ديال القشور الحامض اللي انا كيكون عندي ديما، يعني هكا كنيبسو كنطحنو وكيبقى عندي كنستعملو في لي كيك، في الصلصه ديال الحوت، يعني الشرموله ديال الحوت. المهم استعمالات بزاف بزاف. بغيت نشارك معكم الطريقه ديال قشره الحامض كيفاش كندير ليها. مرحبا والف مرحبا. المهم بعد ما طابت القرعه كيف ما كتشوفوا القرعه الحمراء او اليقطين، كيبقى فيها شويه ديال الماء، ما نخليهاش حتى تنشف مره، يبقى فيها شويه ديال الماء. كيف ما كتشوفوا راه دغيا دغيا كتطيب وكطيب بحال الزبده. المهم طحنتها في مولينيكس اولا طحنوها في الميكسور اليدوي ولا المهم اللي عندكم، المهم انها تطحن مزيان. درتها في كاسرول، ضفت عليها كاس ديال عصير الليمون مع مرش، 3 المعالق كبار ديال سنيده اولا على حسب الذوق، 3 المعالق كبار اولا 3 المعالق كبار اونس ديال كريم باتيسير. و وغادي نخلط مزيان جميع المكونات باش تنسجم لي هكا. عاد نوضعها فوق النار حتى تعقد، يعني حتى تعقد ليا كيف ما كتشوفوا. هيا راه بغيت نوصل انا لهاد المهم يعني عقدت ليا. ضفت ليها معلقه كبيره ديال الزبده، ودائما مع التحريك المكون اللي ضفتو ضروري انني نحرك. هنا غادي نضيف واحد الياغورت، راه ما كنوريكمش الماركه، كنوريكم يعني انه خصو يكون ديال الخوخ او المانغ او مخلطين بجوج ماشي مشكل. انا لقيتهم ديال الخوخ او المانغ فدرتهم ماشي مشكل. ما كانش ممكن انكم تضيفوا يعني ياغورت ديال الفاني وتضيفوا واحد سكر فاني او بودر فاني ماشي مشكل. المهم ان الكريمه راه كتجي رائعه غزاله، واحد المذاق فيها الروعه. وهذه هي الكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا راه كتجي زوينه، مذاق زوين. واكيد خصنا نوجدوها في اخر لحظه، يعني حتى نبغيو نحطوها على الكيك عاد نوجدوها. فالفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريكم انا فاش درتها، وهي راه معتمده عندي، اكيد غادي نجربها معكم بزاف ديال لي كيك. هنايا حطيت لكم بعض الصور ديال الكيك اللي غنحط لكم في الفيديو الجاي التفاصيل ديالو. خليكم معايا. الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنساونيش من لي جيم، من التعاليق، من البارطاج. الدعم ديالكم راه كيهمني، هو اللي كيزيد يشجعني. وهنا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم باذن الله. يلا مع السلامه.